ازيكم عاملين ايه؟ في بوست منتشر اليومين دول كتير على صفحات الفيسبوك، عصير القصب يا دكتور لونه ابيض، او في ناس عملت مقارنه، او العربيات التروسيكلات اللي ماشيه بعصارات دي على التروسيكل وبتعصر القصب. فناس راحت اشترت من عندهم، لقت ان العصير لونه ابيض على غير العاده، بينما لما راحوا اشتروا من مكان تاني لقوا ان العصير اخضر. انا الموضوع ده عملته فيديو ونشرته على الصفحه، بس هنشره برضو في اخر الفيديو ده تاني عشان تشوفوا بعينكم ايه اللي بيحصل وليه عصير القصب بيبيض، وايه موضوع الماده الكيميائيه اللي بتتحط على عصير القصب ده. بس خلوني اتكلم في نقطه مهمه جدا، عشان في ناس علقت على البوست او على الفيديو وقالت لي يا دكتور انت بتناقض نفسك. بصوا يا جماعه، عشان انا اتكلمت على عصير القصب وقلت ان هو ما تقلقوش مفيش ماده كيميائيه، وان عصير القصب ممكن تشربوه عادي، ده مش معناه ان عصير القصب، او ان انا قلت ضمنيا ان عصير القصب صحي. انا بس الفكره كلها ان في حياديه في وجهه النظر. عصير القصب مش صحي، ما اختلفناش على كده، او اختلفنا مش مشكله، بس في نفس الوقت اللي اتحط على عصير القصب ما هوش ماده كيميائيه، مش مضر. فما نخوفش الناس اللي نفسه حلوه وبيحب يشرب عصير قصب، اشرب ما فيش مشكله ما تقلقش. يعني نقول اللي لينا ونقول اللي علينا. ولكن بغض النظر عن الموضوع ده، عصير القصب انا في رايي يا سيدي، مش هقول عامه، مش هفرض رايي عليك، بس في رايي الشخصي عصير القصب عصير مش صحي، وده لعده اسباب. اولهم النظافه، وبغض النظر عن ان صاحب العصاره نظيف جدا وبينظف كل حاجه وبيغسل العصاره وبيغسل المكنه كويس وبينظف القصب قبل ما يتعصر، في عوامل تانية بتاع المحل مش بايده ان هو يتحكم فيها، زي عوامل الحشرات. يعني ناس بتتريق عليا بتقول يا دكتور انت بتعرفنا، مش بعرفك والله، بس انت لو دخلت اي محل عصاره، يمكن في فيديو منتشر على صفحات الفيسبوك برضو، دبانه نطت مع العود القصب وهو بين التروس بيتعصر فتعصر معاه. مش بعرفكم، بس ده بيحصل، ده واقع. وبعدين بتاع المحل بيحط العصير ما بيبصش ما بيراقبش المكنه من ورا بتعصر ايه وما بتعصرش ايه، فوارد جدا اي حشرات تقوم داخله في النص تتعصر او تتهرس مع العصير. محدش بيشوف ايه اللي بيحصل جوه المكنه. بغض النظر عن ان عود القصب ممكن بعض المحلات، مش كل المحلات، مش هنعمم يا جماعه، بعض المحلات ما بتراعيش ضميرها، فبيبقى العود واقف كده وفي حته سودا من تحت دي اللي هي بتبقى شايله كل حاجه بقى من ميه بتاعت العصاره، ميه مش نظيفه، مكان رجلين حشرات لونها اسود، وللاسف الشديد ما بيقطعهاش وبتتعصر مع عود القصب وبتنزل في العصير، ومحدش بياخد باله ومحدش بيدور ومحدش بيتكلم. طيب، فلنفترض ان العصاره نظيفه 100% ومفيش حشرات والقصب متنضف كويس قوي متشال في مكان نظيف قبل ما يتعصر. في نقطة مهمة، وبرضه في بوست منتشر على الفيسبوك، قالب التلج يا جماعة اللي بيستخدم في تسقيع عصير القصب. انتوا لو شفتوا العامل، اقفوا قدام اي محل عصير وشوفوا منظر التروسيكل او العربية اللي شايلة قوالب التلج بيتعاملوا معاها ازاي، شكل العربيه لونه ايه من جوه من كتر الوساخه. القلب بيمسكوه بايديهم عادي وبيترمي على الارض، محدش يعني مش بيحطوه في حته نظيفه مثلا، بيترمي على الارض وبيتعامل معامله يعني بشعه. فتخيل ان التلج ده هو اللي بيتحط لك في العصير ده، لو افترضنا ان العصير نظيف 100%. طيب، في برضو بعض الناس تقول لك يا دكتور العصير القصب ده صحي، عصير القصب مليان فيتامينات، عصير القصب بيغسل الجسم والكليتين من الاملاح، عصير القصب مليان حديد وبيسود عشان خاطر الحديد اللي فيه. بصوا يا جماعه، كل الكلام ده مش صحيح، او اغلبه مش صحيح. ليه؟ موضوع ان عصير القصب بيسود عشان مليان حديد، لا، عصير القصب لا يحتوي على حديد بالكميات اللي انت متخيلها، بل بالعكس ممكن يكون محتوى على الحديد اقل من حاجات كتير قوي موجوده معانا من الفواكه والخضار اللي احنا بنستهلكها بشكل يومي. ولكن موضوع ان اللون بتاعه بيسود ده نتيجه لعمليه اكسده بتحصل لما العصير بيتعصر ويتعرض للهواء بتاعنا العادي، ولما بيتركن بيبدا لونه يسود. ده مش معناه نهائي ان هو بيحتوي على كميات عاليه من الحديد، الكلام ده معلومه خاطئه، وده مش عن لساني انا بس، عن لسان دكاتره، وجبت استشهدت بكلام دكاتره كتير في البوستات اللي فاتت عامل على الفيسبوك. طيب، النقطه الثانيه يا دكتور عصير قصب بيغسل الجسم من الاملاح. يا سيدي ماشي، هو عصير قصب مضر للبول وبيغسل الجسم من الاملاح بس انت عندك بدائل تانية صحيه اكتر من عصير القصب، ممكن تنظف الجسم وممكن تغسل الجسم من الاملاح، زي مثلا مشروب الشعير.
بيبقى ما فيهوش كميه السكر اللي موجوده في عصير القصب. يا دكتور عصير القصب مليان فيتامينات. يا سيدي الخضار وفاكهه مليانين فيتامينات على قفا من يشيل، بس اللي ياكل، ومحدش بياكل خضار، ومحدش بياكل طبق السلطه بتاع الظهر، ومحدش بياكل فاكهه. فكل المعلومات دي انت لخصتها في عصير القصب. عصير القصب زيه زي اي حاجه تاني، بالعكس ممكن يكون في حاجه تانية احسن وافيد منه بكتير. نيجي بقى للنقطه المهمه واللي الناس بتختلف عليها. يا دكتور اصل عصير القصب بيروي في عز الحر وعز الصيف. طيب بالراحه كده ومعلش خدني على قد عالي. بصوا يا جماعه، عصير القصب ما هو الا ميه وسكر. في الصيف جسمك محتاج للميه، انك انت بتعرق وبتتحرك وبتبذل مجهود في عز الحر، فانت جسمك بيحتاج للميه. وفي الصيف برضو مع الحر والحركه والعرق والمجهود اللي بذلته، جسمك بيحتاج طاقه اللي هي سكر. اذا انت لو لبيت نداء جسمك بشكل علمي او بشكل عاقل شويه، لو اخدت ثمره فاكهه، لو اخدت موزه، اخدت كام بلحه، اخدت برتقاله، اخدت تفاحه، اي ثمره فاكهه، هتحصل على السكر اللي جسمك محتاجه، ولكن في صوره طبيعيه وصوره صحيه. لانه بالاضافه لكميه السكر اللي هتاخدها، انت بتاخدها مع كميه الياف. الالياف دي وظيفتها ان ما تخليش سكر الدم او السكر اللي انت اخدته يقوم يعلى مره واحده، فبالتالي تحس بالطاقه والحركه، وبعدها مفيش 15 دقايق نص ساعه بالكتير قوي تلاقي السكر اتهبد واتحرق مره واحده، فتبدا تحس بالتعب والارهاق مره تاني. انت بتحس بالانتعاش اللحظي في وقته عشان خاطر كميه السكر الكتيره اللي بتاخدها. وكميه السكر الكتيره اللي بتاخدها دي جسمك مش بيستفاد بيها كلها، فبيحول الكميه الزياده لدهون في الجسم، غير ان هو مضر لمرضى السكر. طيب اخدت كميه السكر من الفاكهه، طب يا دكتور السوائل، يا سيدي ازازه ميه، كوبايه ميه من اي مكان اشرب. لو شربت ثمره فاكهه مع كوبايتين ميه هتقتل، او مش هتقتل عشان خاطر بس الفيسبوك ما يعلقش على الكلمه، هتقضي على اي شعور بالاحتياج اللحظي لعصير القصب. لان عصير القصب ميه وسكر، يا سيدي خد السكر من الفاكهه وخد الميه من الميه، خلص الموضوع. فعصير القصب والهليله الكتيره المعموله عليه وانه مشروب صحي، هو مش مشروب صحي يا جماعه، هو مشروب حلو كتير مننا بيحبه، ما اختلفناش، حقك اشربه، ولكن خلي بالك من نظافته، وحاول تستنضف او تشوف مكان نظيف بيراعي ربنا في نظافه عصير القصب لو انت ناوي تشربه. لكن لو على الفيتامينات ولو على غسيل الكلى ولو على الحديد، الكلام ده كله شرحته، الكلام ده مش واقعي، الكلام ده مجرد اشاعات، والواقع زي ما انا قلته في الفيديو ده. ودلوقتي هسيب لكم الفيديو بتاع ليه عصير القصب بيبيض وايه سر الماده الكيميائيه اللي بتتحط عليه، مع اعتبار يا جماعه انهم ساعات بيضيفوا لبن وساعات بيضيفوا صوبيا على عصير القصب، وده من الاسباب اللي بيخلي عصير القصب يبقى لونه ابيض، بالاضافه السبب اللي هقوله لكم في الفيديو ده. بصوا يا جماعه، في بوست اليومين دول بيلف الفيسبوك عشان عصير القصب اللي لونه ابيض. فانا يعني ناس بتسال بتقول العصير القصب لونه ابيض وتحط عليه ماده كيميائيه خطيره، وايه هي الماده دي؟ فانا عشان اشوف الموضوع ده ايه، ناس كتير طلبت مني بما ان انا دكتور صيدله تخصص عصير قصب، فنزلت اشتريت كوبايه عصير قصب زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، مش مضاف لها اي مواد. وهنجرب حاجه بسيطه كده، معلش يا رب ما تدرقش مني، انا مش عارف افتحها، ثواني. بصوا يا جماعه، ادي كوبايه عصير القصب فتحتها وهحطها في خلاط، وهنجرب مع بعض يا جماعه، معلش استحملوني. ادي عصير القصب بعد ما اتحط في الخلاط، بس انا اتاكد الخلاط شغال مظبوط مقفول. بصوا يا جماعه، ادي عصير القصب هضربه، عصير القصب بعد ما اتحط في الخلاط. معلش هو مش عايز يفتح. بعد ما اتحط في الخلاط
واتضرب. هكب في الكوبايه تاني. بقى يا جماعه لونه ابيض زي اللي موجود في الصوره اللي عماله تلف صفحات الفيسبوك. الفكره كلها ان مفيش مواد فعاله اتضافت ولا حاجه ولا مواد كيميائيه. الفكره كلها ان عصير القصب عند بتوع العصارات لما بيركن شويه لونه بيسود. اسال اي محل عصير قصب قول له بتعمل ايه في عصير القصب، هيقولك بمنتهى البساطه اضربه في خلاط هيرجع كله ابيض من فوق لتحت. ادي عصير القصب قبل ما يتضرب في الخلاط وبعد ما يتضرب في الخلاط عصير القصب بقى لونه ابيض زي ما انتوا شفتوا في الصوره اللي لفت الفيسبوك. مفيش مواد كيميائيه بتضاف، مفيش اي حاجه خطيره، بغض النظر عن بوستات عصير القصب الكتير اللي انا بشرحها وبتكلم فيها عن الحته السوداء من تحت وبتكلم فيها عن عدم نظافته، بس مفيش مواد كيميائيه بتضاف لعصير القصب. يا رب تكونوا اطمنتوا وعرفتوا.